اهلا بيكي في قناه انا وطفلي. لو ابنك اتاخر في الكلام وساكت بقاله كتير يبقى الفيديو ده ليكي. هنتعرف مع بعض على انشطه بسيطه في البيت هتخليه يتكلم بكل ثقه. بس قبل ما نبدا الفيديو اعمل لنا لايك واشتراك في القناه علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. اول حاجه هنتكلم عليها النهارده وهي تطور اللغه عند الاطفال، وهنعرف امتى القلق يبدا وازاي تخلي ابنك يعبر عن نفسه بالكلام، وايه الانشطه البسيطه اللي تعمليها في البيت تساعده يتطور بسرعه. وخليكي معايا للاخر علشان هقولك على معلومات مهمه جدا عن السن المثالي للطفل اللي لازم يكون فيه بيتكلم وبيكمل جمل. اولا، ليه اللغه مهمه اصلا؟ تخيلي معايا كده طفلك مش عارف يقول انه جعان او انه عايز حضن او انه حتى تعبان، ساعتها هيعمل ايه غير انه هيعيط؟ ولو كل حاجه هتتحل بالعياط هيحصل عنده احباط وتاخر في النمو الاجتماعي. اللغه مش بس وسيله للتعبير، دي كمان بتطور ذكاء الطفل وتركيزه وشخصيته وثقته بنفسه. طب خلينا نعرف امتى الطفل الطبيعي بيبدا يتكلم. دي المراحل الطبيعيه لتطور اللغه عند الاطفال. من 6 شهور لسنه هيبدا يقول كلمه واحده مفهومه او غير مفهومه زي بابا او ماما. من سنه ونص لسنتين هيبدا يقول كلمتين مع بعض زي بابا راح او عايز ميه. طيب لو ابنك عدى عليه السنتين ولسه مش بيقول كلمتين على بعض، هنا لازم نبدا نشتغل بجد. ثالث حاجه هنتكلم فيها وهي العلامات الخطيره اللي تخليك تتابعي مع دكتور نطق وتخاطب. لما تلاقي طفلك مش بيصدر اي صوت لحد 12 شهر، مش بيحاول يقلد الاصوات او الايماءات، مش بيفهم تعليمات بسيطه زي هات الكوره او هات اللعبه، هتلاقيه بيتاخر في تكوين جمل بعد 2.5 سنين. بس اوعي تقلقي او تتوتري بسرعه، لان في اطفال كتير بيتاخروا شويه وبيعوضوا بعد كده. المهم نتابع ونتدخل في الوقت المناسب. رابع حاجه هنتكلم فيها وهي الانشطه اللي بتزود مهارات الكلام عند الاطفال. دلوقتي هقولك على حاجات بسيطة تقدري تعمليها في البيت من غير متخصص ولا أي أدوات. أول حاجة قري له من وهو بيبي، اختاري كتب فيها صور واضحة وكلمات بسيطة، واستخدمي صوتك دايما بانفعالات وتأثري بالقصة اللي بتحكيها، وكمان سيبيه يلمس الكتاب ويقلب معاكي. تاني حاجة هنتكلم فيها وهي أغاني الأطفال. الأغاني بتقوي الذاكرة السمعية عند الطفل، يعني غني معاه بابا فين أو ذهب الليل، حتى لو صوتك نشاز هو هيحبك أكتر. تالت حاجة هنتكلم فيها وهي التسمية المستمرة، يعني كل ما تعملي حاجة سميها. بتلبسيه قولي له ده تيشيرت ولونه ازرق، او بنطلون ولونه كحلي. بتاكليه قولي له دي معلقه وفيها زبادي. رابع تمرين معانا وهو الاسئله المفتوحه، يعني بدل ما تساليه عايز يشرب اساليه تحب تشرب ايه، عصير ولا ميه، او تحب تاكل ايه. ده بيشجعه يرد بكلمه مش يهز دماغه. خامس حاجه هنتكلم فيها وهي اللعب التخيلي. اللعب بالعرايس او العربيات وتمثيل الادوار بيعزز اللغه جدا عند الطفل. اعملي سيناريو صغير ومثليه مع الطفل زي الدبدوب جعان وهناكله ايه. بعد كده قلدي الطفل وشجعيه يقلدك، يعني لما ينطق كلمه او حرفين على بعض حاولي تشجعيه وتخليه يقولها تاني. وعايز اقولك ان كل التمارين اللي احنا قلناها دي تمارين متجربه من امهات كتير وحصل معاهم نتائج خياليه. طيب خدي المعلومه دي كمان، الطفل الطبيعي المفروض يكون بيركب جمله من 3 كلمات على الاقل لما يتم 2.5 سنين، زي انا عايز عصير او بابا راح الشغل. لو بعد السن ده مش بيعمل كده نبدا نشتغل على الانشطه اللي قلناها، ولو مفيش تقدم بعد 3 شهور لازم نروح نطمن عند اخصائي نطق وتخاطب. الخلاصه، اللغه مش بس كلام، دي حياه الطفل. التفاعل اليومي البسيط هو المفتاح، الضحك واللعب جزء اساسي من التطور. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه علشان توصلك كل الفيديوهات المهمه لصحه ونمو طفلك.